بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن باسم الزمر، برنامج كرة مع باسم. أول حاجة أول حاجة النهاردة نهنئ الإخوة المسيحيين بكل سنة وهم طيبين، وعيد الميلاد المجيد. كل سنة وهم طيبين، يفطروا بألف هنا وشفا. النهاردة بقى المسيحيين النهاردة هيفطروا أحلى فطار، كل سنة وهم طيبين. تاني هنتكلم بقى اول حاجه اخبار المنتخب الوطني، ثم اخبار الاهلي، ثم خبر الاهلي وخبر الزمالك واخبار المنتخب الوطني. اول حاجه النهارده المنتخب الوطني، اليوم قام سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لزياره المنتخب الوطني تشجيعهم على حصول اللقب افريقيا، المركب الثامن ان شاء الله، لتوفيق الفراعنه. النهارده سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قام بزيارته للمنتخب، وقال لهم عايزين البطوله ان شاء الله باذن الله. كابتن محمد صلاح قال له على حاضر، حاضر يا سعاده الرئيس، على عهد ووعد باذن الله. اللعيبه كلها وانا حضراتكم بنلعبكم البطوله ان شاء الله بامر الله. النهارده المنتخب الوطني يختم استعداده المباراه ان شاء الله. تنزانيا بكره ماتش الساعه 7 مساء ان شاء الله، 6 مساء بتوقيت القاهره، ماتش مصر وتنزانيا بكره باذن الله الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره باذن الله. وان شاء الله المنتخب يوم الاثنين يسلموا على اهاليهم ان شاء الله، وبعد كده هيسافروا كوت ديفوار ساحل العاج، عاصمه ابيجان. الساعه يوصلوا هناك ان شاء الله الساعه، يركبوا من هنا الساعه 3 باذن الله بتوفيق الفراعنه. تاني حاجه بقى الخبر اللي معانا خبر الاهلي. النهارده سياده نائب الرئيس لعمرو فاروق الحمد لله فاق بقى كويس، كمان عنده يعمل فحوصات طبيه، واكد الطبيب ان شاء الله، اكد اكبر الاطباء بامر الله سبحان الله تعالى. خبر بتاع نادي الزمالك، باسم قرر الرحيل محمد عبد الغني. الزمالك يوافق على رحيل محمد عبد الغني الى صفوف البنك الاهلي، صفقه ببيع نهائي. يعني كده الزمالك كده خلاص مشى محمد عبد الغني بتوفيق لعبد الغني. خلاص كده كل الجديد مع باسم الزمر، والكرة مع باسم ان شاء الله. كل الجديد مع باسم، ومن بكره عندنا تحليل مباراة مصر وتنزانيا، ويوم الاثنين الثلاث اجازة، ونجرب ان شاء الله التشكيل المتوقع افريقيا باذن الله. كل جديد مع باسم الزمر، والكرة مع باسم. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا القاهرة.